راح نظل 14 ساعة هنا منا لحد ما ينزل الليل، ولا هو راح ينزل الليل راح نظل بلا ياكل ولا شرب ولا ماء، وذول الثلاثة وياي. والتحدي مثل ما شفتوا إذا واحد طلع وانسحب راح يرش عليه ماي، وهذا الماي صار له 14 سنة تقريبا هنا بالصحاري المميتة. وهسه انا ماخذهم هيجي على مود نسوي لهم شويه عقابات ومعقوبات قويه، خليكم ويانا. وهسه بعد ما خذيتهم هنا على هذا السله مال التراب راح نسوي لهم عقوبات ونخليهم يطلعون. وهسه بعد مرور تقريبا ربع ساعة وما حدا رضى يطلع من عندهم. فجتني فكرة هسه، شنو هي الفكرة؟ راح اخليهم يطلعون واسوي لهم يعني شغلة على مود واحد يدفع الثاني ونطلعهم. يلا تعالوا وراي تعالوا وراي. قاعد تشوفون هسه مثل ما قاعد تشوفون صفطتهم كل شيء على مود يجون هذا التلمات التراب اللي يصعدون من عندهم اثنين، والثالث راح يرش عليه ماي. وطبعا تدرون الجو بارد وانا لابس قمصلة. خليكم 1 2 3 2 ورا ما شفتوا هذا وهذا فاتوا، فراح نسوي العقاب على هسه مثل ما قاعد تشوفون الجو كلش بارد وماي بارد بطل وسخ كلش. راح ندب عليه، شوفوا قاعد يرجف قاعد يرجف. انتقام حلو، خليكم وياي. الجزء الثاني راح نسوي لهم 2 تحدي ثاني، خليكم. مثل ما قاعد تشوفون راويتكم بالبداية كانت اكو شمس، وهسه الشمس ماكو، طلع القمر علينا بالليل. وراح نكمل وياهم، قلنا ناخذ 14 ساعة لحد ما يجي الليل. اخر الليل راح نرجع لبيوتنا. هنا لا اكل ولا شرب ولا هاي اي شيء، يعني ما راح ناكل. وهذا قاعد يرجف من قد البرد، اسمه يطقطقن ويهرق. خليكم. وهسه مثل ما قاعد تشوفون تبعدنا عن البيوت وايد، وقلنا لكم طلع القمر ونزلت الشمس وشارع علينا غريب وهذا اللي تبلل ظل يرجف. راح نسوي تحدي بين هذا وهذا، خليكم. ومثل ما تدرون جبتهم من ذاك التلة كانت مو حلوة وقريبة، جبت لهم مكان ابعد على مود يسوون بيه هذا التحدي مالهم. والتحدي مالهم راح الخسران تحددون العقابة انتم، خليكم يعني. ومثل ما قاعد تشوفون صار الليل وطلع القمر وصارت الدنيا سودة، بس احنا شوفوا راح نخليها هيك نشغل لها ضغط بالتصوير ونخليها شوية ليل وشوية نهار، ما نقدر نسوي اكثر من هيك. راح نسوي التحدي بين ذول الاثنين. راح يجون من هناك يركضون الحد هاي، لازم يصعد عليه مثل ما قاعد تشوفونها هاي يصعد عليه. ما راح يركض عليها بيروح لها منا، لا راح يركض لها منا ويفتر هيك ويركض بيها. مستعجلين. لو قاعد تلاحظون دليل هذا صار الليل، شوفوا النص الاضاءة صار الليل وقاعد يأذن هسه علينا والاضوية شغلوهن. يعني احنا جينا من يمتى راويتكم التصوير كانت طالعة الشمس، كانت الساعة ب3 وهسه الساعة تقريبا 5 6 العصر. يلا خليكم نعلي الاضاءة. هاي جو طايرين وبدا هسه التحدي وقاعد يسوون هيجي وركضوا. ومثل ما قاعد تشوفونهم ياهو راح يصعد ياهو راح يصعد ياهو راح يصعد ياهو راح يصعد يا ولد يا ولد يا ولد. اوي 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 يا ولد يا ولد يا لعيب يا ملك. لا شوف وعندنا هذا الفايز يا ولد. اختاروا لنا العقاب للخسران هذا. شنو رايك وانت خسران هسه؟ ولو منا فتحة ومناك فتحة انا وين اقدر؟ هو هم ما قدر لين كانت اكو فتحتين. لو قاعد تلاحظون هاي كان هو صعد غلب وصعد على ذن الفتحة، ما قدر يصعد له من هنا فخسر. النتيجة كانت العلاوة بالعلوج
فاز. ويه غرد. لا شنو ردة فعلك وانت فايز هسه؟ صعدت على هاي ايه بسرعة. اي بسرعة ندري بسرعة. بشني من فزت انت من فزت شنو حسيت؟ ها؟ فرحة لو زعل؟ لا فرحة. فرحت؟ ايه. يعني فرحت شردت من العقاب وهيك شي. لا يا ماشي. يعني هسه شنو النتيجة مالتك؟ شهادة العقاب. حمزي راح يطيح العقاب براس مهدي وراح تحددونه، نريدكم تحددون عقاب حلو بالتعاليق، واذا التعاليق ما مفتوحة ردوا على الفيديوهات القديمة اكو تعاليق مفتوحة وكتبوا سوي له هيك تحدي، اختاروا له تحدي. مهدي شني صراحة من خسرت هواي زعلنا احنا، ولو تجبتنا منك ويا هذا خسر رشينا عليه ماي وقلنا كنا حاطين احتمال انت تفوز. والله هو فتحتين صعد عليه هنا، انا ما صعدت عليه فتحتين، انا ما شفت. وهسه ورا ما خسر شوف الليل شلون صار، راح ننزل اضاءة التصوير اللي عليناها، قاعد تلاحظون صاير دنيا ليل. وهسه راح نرجع لبيوتنا ورا ما مرت تقريبا 3 ساعات 4 ساعات، جينا تقريبا من 3 العصر لحد هسه يمكن بالستة، لان قاعد يأذن بالستة دوم يأذن ورادين للبيت. اللي هنا وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسون لايك والاشتراك وباي.